بعد اكتشاف المجموعة النقدية بمنطقة عين غرابة، قمنا بفتح معرض خاص بهذه المجموعة تحت عنوان الكنز النقدي المكتشف ببلدية عين غرابة. صباح الخير ومساء الخير يا للروعة. هنا عرضنا مجموعة من القطع النقدية اللي مضروب بها مدينة العرايش عام 1180 على الوجه والظهر. ازيك يا مفعوصة؟ وهنا لدينا قطع نقدية مضروبة بمدينة مراكش عام 1184. باعترافاتهم. من خلال القراءات الموجودة على القطع النقدية قمنا بوضع خريطة لجميع المدن المضروبة بهذه القطع. لدينا الجزائر، مراكش، مكناس، فاس، العرايش، الصويرة، الرباط، طنجة، أسفي وتطوان. بس ما تفقست واللي كان وكذلك وضحنا المكان الذي عثر فيه على هذه المجموعة النقدية. ما ده حاجة عجيبة، يعني لازم تجيبوا الكلام لنفسيكوا يعني. بعدها عرضنا مجموعة من القطع التي تعود إلى الفترة العلوية التي كانت فترة حكم السلطان محمد الثالث بن عبد الله الذي حكم من سنة 1757 إلى غاية 1790 ميلادي. وهنا كان مجموعة من القطع من خلال الوزن والحجم كذلك. وكمان الواحد بيعمل حساب المستقبل. ولدينا هنا مجموعة من القطع النقدية التي تعود إلى مدينة مكناس أو ضرب مدينة مكناس. باعترافاتهم. هنا عندنا مجموعة من القطع ضرب مدينة فاس. باعترافاتهم. من خلال القراءات اللي وجدناها كذلك شعار الله حق ناصر الحق لا إله إلا الله الأمر كله لله. وهذا الشعار الذي رفع في فترة حكم المولى إسماعيل من سنة 1672 إلى سنة 1727. ولقينا عدد كبير من هذه القطع التي تحمل هذا الشعار اللي الحق العدد تاعها إلى 412 قطعة نقدية. كذلك من خلال الدراسة وجدنا أنه مجموعة من هذه القطع اللي معروضة بمتحف الرباط. باعترافاتهم. كذلك لقينا شعار أحد واللي كان في أغلب القطع النقدية العلوية اللي كانت مضروبة بمختلف المدن. يعني في الوجه نلقى مثلا مدينة فاس، وعلى الظهر نلقى كلمة أحد أو شعار أحد. وهنا لدينا القطع المضروبة بمدينة الصويرة والظهر تاعها مكتوب فيه أحد. ايه ده يا شيخ؟ ايه اللي بتعمل؟ ايه ده يا شيخ؟ ايه يا شيخ ده؟ ايه يخرب بيت سنينك. المجموعة الثالثة في هذا التصنيف واللي هي القطع الممسوحة اللي يبلغ عددها 136 قطعة، حيث أنه لا يمكن الجزم في انتمائها إلى النقود العلوية أو النقود العثمانية لأنها ممسوحة تماما ولا يوجد بها كتابات. لا شيء على يدك كده. بعد اكتشاف هذا الكنز النقدي ضمه المتحف إلى مجموعاته المتحفية السابقة. وبعد الدراسة والبحث اللي قام به الفريق التقني للمتحف قمنا بعرض هذه المجموعة في هذا المعرض اللي هو تحت عنوان الكنز النقدي المكتشف بمنطقة عين غرابة، وهذا من أجل تعريف به للجمهور وعرضه أمامه.